في محاضرة لمعالجة العلاقات الزوجية بيحضرها الرجالة والستات. وقف المحاضر بيسأل لو انت كزوج زعلت مراتك تصالحها وتراضيها ازاي؟ كل راجل جاوب إجابة من دول. أول واحد، أتكلم معاها واشرح لها وجهة نظري وأقول لها حقك عليا انتي صح. تاني واحد قال أفكرها بالأيام الحلوة اللي بينا وراضيها وأقول لها إني بحبها وما أقدرش أستغنى عنها. تالت واحد قال أغني لها الأغنية بتاعتنا وأروح أستناها قدام شغلها وفي إيدي ورد وأخدها اليوم ده أغديها بره وأكسر روتين حياتنا علشان تحس إني سايب الدنيا عشانها. رابع واحد قال أعمل لها زي شباب اليومين دول وأقف أغني لها وأبعت لها رسائل حب وأحضر مفاجأة كبيرة ليها وأصورها وأنزلها على الفيسبوك عشان تلم لايكات كتير بالهبل وتبقى مبسوطة. المحاضر قرأ كل الإجابات وسط تنهيدات السيدات وابتسامات الرجالة لغاية ما وصل لراجل في الثلاثينات من عمره ولقى ورقته فاضية ما فيهاش حاجة. المحاضر سأله وقال له ما جاوبتش ليه؟ مش ناوي تصالح مراتك لو زعلتها؟ طبعا جملة زي دي خلت كل الموجودين مترقبين. الرجالة خايفة انه يقول هسيبها تتفلق وهم كده يطلعوا رومانسيين وحبيبة، والستات مترقبة عشان لو غلط في مراته ياكلوه مع انهم ما يعرفوهوش. بس بعد لحظات صمت الشاب اتنهد وقال للمحاضر تعرف حضرتك انا بحب مراتي قوي قوي لكن عمري ما عرفت اصالحها. طبعا الإجابة لم تلقى استحسان الحاضرين وابتدى الغمز واللمز حتى المحاضر بدأ يتأفف ويستعد للسؤال المتوقع وعايز يقول له أمال انت جاي ليه؟ وقبل ما يسأل بدأ الشاب يتكلم تاني وقال أنا مراتي قبل ما اتجوزها كانت حلم جميل بحلم أوصله، ويوم لما فتحتها في الارتباط وابتدت تديني أمل كنت حاسس إني ملكت الدنيا، ويوم خطوبتنا كان قلبي هيقف من السعادة وحاسس إني في حلم، ويوم الفرح وأنا ماسكها وبرقص بيها كنت شايفها أجمل ست في الكون، وإن كل اللي حواليا حاسدني عليها وعلى حبها ليا. لغاية بعد الجواز بكام شهر كنا بنختلف كتير ونغضب كتير، بس كانت هي بتستحمل وتصبر وتسامح لحد ما خذلتها وتخليت عنها في مرة، وكانت أول مرة تثور عليا لأنها حست بعدم الأمان وابتدت تتغير معايا، بقت عنيفة عصبية، ردودها مش حنينة، بقت بتنجح في شغلها عشان تعوض إحساسها بالفشل في حياتنا. لغاية ما مرة قالت لي أنا مش شايفاك وانت مش فارق معايا. صهينت وطيبت خاطرها بكلمتين وسبتها تهدى. بعدها بمدة مش كبيرة حصلت مشكلة كبيرة، بس المرة دي هي ما صارتش وما قالتش لحد وبطلت تتكلم وتحكي لي اي حاجة. بقى التعامل بينا في الحاجات اللي تخص الولاد وبس، وابتدت تبعد. انا بصراحة قلت طالما هي في البيت والولاد كويسين يبقى فترة وهتعدي. وصحيت بعدها باسبوع على احزن يوم في حياتي، مراتي ما بتردش عليا وسقعة متلجة، ماتت وهي نايمة جنبي مش حاسس بيها، زي ما كانت عايشة معايا ومش حاسس بيها ولا فهمتها. ماتت وهي نفسها تعمل حاجات كتير انا مش عارفها. ولما شفت صحاب مراتي وزمايلها في العزا وحزنهم عليها والكلام الحلو اللي كان بيتقال عليها، حسيت قد ايه انا عشت غافل عن نعمة كبيرة كانت معايا، انسانة كانت تتمنى لي الرضا ارضى بس انا خذلتها، انسانة كان نفسها تعمل كل حاجة معايا بس انا سبتها لوحدها، واحدة كانت بتحبني وتحب اهلي بس كنت اناني ما حبيتش غير نفسي وشكلي وبس. عرفتوا ليه انا ما عرفتش اجاوب؟ لاني لو كنت تعبت نفسي وفكرت ايه اللي يرضيها وعملته يمكن ما كانتش اتقهر، يمكن ما كانتش اكتئبت وخبت على الناس كلها انها مش سعيدة معايا. لو بس كنت فهمتها. انت عارف انا جاي هنا ليه؟ لان هي ياما اتحايلت عليا نيجي هنا عشان نقرب من بعض. لو رجعت لي تاني هتعرف عليها واعرف تفاصيل حياتها عشان اعرف اساعدها. مش هضحك لما الاقيها بتتفرج على كينج كونج وبتعيط، او ازهق وهي بتشوف تيمور وشفيقة للمرة المليون، وهخليها تشغل الاغاني اللي بتحبها وترقص عليها من غير ما اقول لها ايه الهبل ده. هعمل لها كل اللي نفسها فيه بس
هي ترجع تاني. المحاضر سكت وكل اللي قاعدين اتأثروا، في منهم اللي دموعه غلبته وفي اللي صوت بكاها بقى مسموع. وقف المحاضر وقال لهم هي دي إجابة سؤال النهاردة، لما تزعل مراتك صالحها بالطريقة اللي هي تفهمها وتحبها، حتى لو انت شايف الطريقة دي تافهة بس هي هتشوفها منك اهتمام. صالحها وما تطنش نظرة الحزن اللي في عينيها طالما شايفها بتتكلم ومش عاملة نكد. خليك زوج ذكي واوعى تفقد ثقة مراتك، لان الست لما تفقد ثقتها في جوزها بينزل من نظرها وبتحس انها ضيعت عمرها مع الشخص الغلط بالنسبة لها. خليك ذكي، والكلام ده مش بس للرجالة، للستات كمان. اشوفكم دايما على خير ورضا وسعادة. كان معكم بسمة مجدي، اشوفكم على خير.